السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي. مرحبا بكم في هذا الفيديو، وكنتمنى كل شيء يكون بخير وفي أحسن الأحوال. في هذا الفيديو سوف نتعرف على توقيت وموعد كأس إفريقيا لكرة القدم داخل الصالات المنظمة بالمغرب. كذلك سوف نتعرف على القنوات الناقلة لهذه البطولة إن شاء الله اللي غتنظم الفترة الممتدة ما بين 11 أبريل إلى 21 أبريل بالمشاركة ديال 8 ديال الفرق عربية وإفريقية اللي غادا تصارع فيما بينها للتتويج بهذا اللقب القاري. ولكن قبل من هذا الشيء أصدقائي، كنتمنى منكم تشتركوا في القناة ديالنا وتفعلوا زر ديال الجرس. كذلك أصدقائي كنتمنى منكم تخلونا لايك لهذا الفيديو. اللايك ديالكم هو اللي كيحفزنا يخلينا نجيبوا فيديوهات اكثر. كذلك اللايك ديالكم كيطلع الفيديو وكيبان لبزاف ديال الناس. المنتخب المصري هو الاكثر المنتخبات المتوجه بهذا اللقب في كأس افريقيا. بالواقع ديال 3 الالقاب، المنتخب الوطني المغربي عنده 2 ديال الالقاب. كذلك غيسعى لتحقيق اللقب الثالث ان شاء الله في البلاد ديالو. هاد البطولة إن شاء الله اللي غادا تنظم في المغرب في هاد السنة هادي 2024. المنتخب المغربي حامل اللقب ديال النسختين السابقتين، غادي يطمح إن شاء الله لتكرار إنجاز النسخة الماضية والفوز باللقب. كذلك المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب كان قد حظي أيضا بالشرف تنظيم النسخة السابقة من كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة سنة 2020 بمدينة العيون المغربي بعد الفوز على المنتخب المصري في المباراة النهائية. المنتخب المغربي هو المرشح الأبرز لهذا اللقب هذا، خصوصا أنه كيتنظم في البلد ديالو. المنتخبات الثمانية المشاركة في هذه التظاهرة ديال كأس إفريقيا داخل الصالات في النسخة ديالها السابعة من كأس إفريقيا أسفرت القرعة عن مجموعة متوازنة. سيلعب المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب كل من أنغولا وغانا وزامبيا. كذلك القرعة أسفرت عن تواجد منتخب مصر، ليبيا وناميبيا وموريتانيا في المجموعة الثانية. إذا كما أشرت سابقا أصدقائي، فهاد الكأس في 2 ديال المجموعات. المجموعة الأولى كتضم منتخب المغرب، أنغولا، غانا، زامبيا. المجموعة الثانية كتضم منتخب مصر، ليبيا، ناميبيا وموريتانيا. هاد المنافسة هادي غادا تجرى إن شاء الله كما سبق لي وأشرت ما بين 11 أبريل و 21 أبريل من نفس الشهر. المباراة اللي غتجرى بقاعة ابن ياسين وقصر الرياضات بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط. الآن سوف نتعرف على المواعيد والتوقيت ديال المباريات. كذلك غنتعرفوا على القنوات الناقلة. إذا القنوات الناقلة كتبقى القناة الرياضية الفضائية هي الناقل الحصري لهذه التظاهرة. أول مباراة ستجمع بين منتخب غانا وزامبيا غدا الخميس 11 أبريل. المباراة اللي غتنقل على الساعة 4 بالتوقيت المغربي وبالتوقيت تونس، كذلك 5 بتوقيت مصر و7 بتوقيت الإمارات. المباراة الثانية ستجمع بين المغرب وأنغولا، المباراة التي ستجرى على الساعة 7 مساء بتوقيت المغرب، تونس والجزائر، و8 مساء بتوقيت مصر، و9 بتوقيت الإمارات. يوم الجمعة إن شاء الله سوف تلعب مباراة مصر وليبيا على الساعة 4 بتوقيت المغرب. في نفس اليوم ستلعب مباراة ناميبيا وموريتانيا على الساعة 7. يوم السبت المقبل المنتخب الزامبي سيواجه منتخب أنغولا على الساعة 4. في نفس اليوم يوم السبت منتخب المغرب سيواجه منتخب غانا على الساعة 7. يوم الأحد مباراة مصر ناميبيا على الساعة 4. في نفس اليوم الأحد موريتانيا ستواجه منتخب ليبيا على الساعة 7. يوم الاثنين 15 أبريل منتخب المغرب سيواجه منتخب زامبيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.
على الساعة 7 مساء في نفس التوقيت. منتخب أنغولا ومنتخب غانا من نفس اليوم. في يوم الثلاثاء سيواجه ليبيا منتخب ناميبيا، وموريتانيا ستواجه منتخب مصر. المباراة ستلعب أو المباراتين سوف يلعبون على الساعة 7 بالتوقيت المغربي. الإشارة أصدقائي، في هذه النسخة ديال نهائيات كأس أفريقيا داخل الصالات بالمغرب ستكون مؤهلة لنهائيات كأس العالم الفيفا، والتي ستقام في دولة أوزباكستان خلال الفترة الممتدة ما بين 14 سبتمبر و 6 أكتوبر، بمشاركة أقوى المنتخبات العالمية في هذه اللعبة. إذن أصدقائي، كان هذا هو توقيت وموعد مباريات كأس إفريقيا الخاصة بكرة القدم داخل الصالات، كذلك القنوات الناقلة لهذه المباراة. أتمنى أصدقائي هذا الفيديو أن يكون نال إعجابكم. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وكذلك زر الجرس لكي تتوصلوا بكل جديد ننشره في هذه القناة. نراكم إن شاء الله في فيديو آخر بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.